تسلم ايدك يا حاج. تسلم ايديك. تسلم ايديك. المره دي ايه يا حاج؟ اكل يجنن يا عمتي. حبيب عمتك بالهنا حرمش والشفا. منك يا بابا. احلى من الاكل عندنا في المطعم. يا حبيبي انت بالهنا والشفا يا حبايبي. خد حرمش يا حبيبي. دي كمان الوكي يا عمتي خطيره. يا حبيبتي بالهنا والشفا. بقالي كتير ما اكلتهاش. حبيبه قلبي انت. خير يا حاج، كنت عايزنا في ايه؟ خير يا كرم. أنا فكرت كويس واستخرت ربنا سبحانه وتعالى وخدت القرار اللي أنا شايفه يكون مناسب ليكوا ولولادكم. قرار ايه يا حاج؟ أنا قررت أوزع الوكالة عليكم أنتوا الأربعة، كرم وشوقي ومريم وعلي. أنا هقسمها عليكم قسمة العدل، كل واحد هياخد ربع. طب ولازمته ايه يا حاج الكلام ده بس دلوقتي؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر وتفضل الوكاله مفتوحه بحسك. يا حبيبتي طالت ولا قصرت الوكالة هتبقى بتاعتكم، بس أنا عايز أوزعها على حياة عيني عشان ما يحصلش مشاكل بينكم على الورث زي ما بنسمع بين الإخوات. انت كده ما بتعملش بينا مشاكل يا حاج؟ إيه اللي يجيب المشاكل يا ابني؟ الظلم. الظلم يجيب المشاكل. دي اسمة ظلم مش اسمة عدل. أنا ظالم يا كرم؟ انا ما قلتش. اي حد هيسمع اللي انت بتقوله هيعرف انك بتفرق بين البنت والولد، وخصوصا انا اللي تعبت وشقيت وكبرت الوكاله معاك. انا اللي كنت مستني تعوضني وتعوض تعبي وشقايا حسب شرع ربنا. تقوم تخالف شرع ربنا وتساوي البنت بالولد؟ أنا ما قسمتش بالتساوي يا ابني، أنا قسمت قسمة العدل، وأنا عارف شرع ربنا كويس وعارف الحلال والحرام. فلوسي وأنا حر فيها. كرم ما يقصدش يا بابا. انا اقصد يا مريم، انا اقصد. انا ما بتكلمش في حاجه غلط، انا بتكلم في حق. خلاص يا كرم، مش وقته الكلام ده. راعي ان الحاج لسه تعبان برضه. امتى وقته يا شوقي؟ لما تعبي وشقايا يروح مني؟ يروح ازاي يعني يا كرم؟ انت واخد زيك زينا. انا مش زيكم. لا انت ولا اختك ولا اخوك تعبتوا زيي. جرى ايه يا ابني؟ جرى ايه؟ ما تغزي الشيطان كده وتحترم قعدة ابوك وما تقفش في وشه. مش هقف في وشي يا عمتي. انا مش هقف في وشه، هو حر. انت حر يا ابويا. المال مالك، اعمل اللي انت عايزه، بس راجع نفسك وشوف العدل فين وامشي وراه. ها، حد عايز يعترض تاني؟ محدش يقدر يتكلم بعدك يا حاج. بعد اذنك يا حاج، انا مع كرم. لو سمحت حاول تراجع نفسك تاني في موضوع التقسيم ده. مريم، كلام خلص، واللي أنا قلته هو اللي هيتنفذ.